سلام عليكم حبيباتي، رجعت لكم بسرعة، ما طولتش عليكم المرة هذه. جبت لكم وصفة جميلة، وصفة خفيفة كما راكم تشوفوا. درت ليكيش بوصفة رائعة، بعجينة سحرية خفيفة جدا، تجي قطنية وحشوة رائعة مغذية. كما راكم تشوفوا أنا درتهم حبيبات كبار هكا يحبوهم وليداتي، تستعملوهم كعشاء خفيف أو يرافقوه كالحساء، أو تستعملوهم كما أنا حطيتهم لومجا للأطفال يأخذوا معهم مغذية. كما تعرفوا السبانخ كما راكم تشوفوا خفاف وهشاش، روعة عجينة. مسخونين عليا ما قدرتش نقسمهم لكم، قلت لكم الولاد ما ياكلوش السبانخ، انا حلت عليهم واستعملتهم لهم هنا في وسط هذا الكيش بحشوة رائعة باش ياكلوهم الولاد ويكونوا مغذيين، ووجبة يعني كما يقولوا سريعة وخفيفة مغذية للأطفال، خير من حوايج تاع برا. ليسانسيال نفوتوا مباشرة للمقادير. كما راكم تشوفوا عندي هذا الكاس اللي راح نخدم به حليب دافئ، كاس مليان قد حطوا القياس اللي حبيتوه. انا ولادي حنستعمل مقدار كبير، حطيت كاس كبير لأنا راح ندير الربع، ثلث تاع الكاس حنديرو زيت. كما راكم تشوفوا كاس زيت، كاس حليب دافئ خاصة لازم يكون دافئ باش تطلع لكم الخميرة. نزيد معها ثلث تاع الكاس زيت نباتي عادي، اللي تحب دير زيت زيتون ما فيش مانع. لهنا عندنا ملعقة صغيرة ملح، وملعقة كبيرة سكر، وعندنا لهنا ملعقة مليانة تاع خميرة تاع خبز. نزيد شوية هكذا باش يطلع لي بالخف، ونخلط كل المكونات هذه السائلة. وراح نضيف لهنا بيضة واحدة، نضيف بياض فقط لأنه الصفار راح نستعملوه من الفوق للتزيين. نخبيو الصفار من بعد نستعملوه إن شاء الله. واستعملنا البياض فقط. أنا راح نخلط كامل السوائل كما راكم تشوفوا، نخلط كامل السوائل مع بعض، خلطه مليح باش يتحلل هذاك البياض تاع البيض. وراح نبدأ مباشرة نضيف الفارينة، لافارين دقيق، نضيف تدريجيا مع الخلط حتى نتحصلوا على عجينة تكون متلاصقة شوية. تشوفوا القوام اللي راح نتحصلوا عليه، تسمى القيس كما نقولوا العبار تاع لافارين. ما لهنا ما كانش البنات راح تحطوا تشيحوا وتزيدوا بالفارينة على حسب العين، على عينكم ميزانكم، ما تشوفوا العجين حتى تحصلوا على القوام اللي حبيتوه، يكون قوام متماسك او ما تكونش متشيحوهاش بزاف باش تجيكم خفيفه تبقى تتلاصق. تشوفوا نعطيلكم القوام اللي تحصلت عليه انا، واكتفيت بالزياده تاع الفارينه. كما راكم تشوفوا راني نحط شاك فوا بالقليل ونخلط. لهنا انا راح نحي لي الفوي بيسك بدات تثقال عليا، ما قدرتش نزيد نستعملها، نحيها وبسباتيولا راح نكمل نحط الفارينة ونخلط كالعادة. وراح نستعمل اكيد يعني حتى يدي باش نعجنها شوية. هاي بدات تثقال معايا العجينة، نخلط مليح البنات
والله هاد العجينة راهي تجي هشة وخفيفة وخفيفة قطنية روعة، روعة ننصحكم بيها. راح نزيد شوية مازالت تحتاج، وراح نجمعها لأنا نحي سباتولا نستعمل يدي كيما راكم تشوفوا لأنني عجنتها. هذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه البنات، تبقى شوية تتلاصق هكا، هذا هو القوام اللي نحوسوا عليه. لما كامل البقايا اللي راهم في الحواف، وراح نخليها ترتاح هاد العجينة، راح نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها في مكان يكون دافئ تتضاعف ان شاء الله. كما تشوفوا راهي معجونة مليح، وهذا هو القوام اللي نحوس عليه. راح نغطيها بكيس كما قلت لكم بلاستيكي، نزيد لها لهنا سيرفيات نظيفة نغطيها بها، ونروح نفوتو مباشرة للحشوة. لهنا عندنا كما راكم تشوفوا سبانخ السلق، كما نقولوا احنا سلق سبانخ. قصيتهم رقاق، حطيتهم على المقلاة لهنا فوق نار هادئة. راح نبدأ نقلي الحشوة اللي نستعملها. كما تعرفوا السبانخ راهي مليحة ومفيدة، فيها نسبة عالية من الحديد والأطفال ما ياكلوهاش. أنا استغليت هذه الفرصة أني نحطها لهم في الكيش مع الفيونداشي مع خلطة مليحة باش ياكلوها. أنا ضفت لهنا شوية فلفل أسود وثوم. لهنا عندي فصين ثوم أنا ربيتهم حطيتهم كذلك. نخلط ونقليهم مليح، نتبلو السبانخ تاعنا باش تجينا بنينة، ونخليها حتى تذبل مليح. نزيدو لهنا عندي راس الحانوت. راس الحانوت هما عبارة عن توابل مشكلة، وعندي لهنا كزبر. نحرك مليح، بدات تتقلى وبدات السبانخ تذوب معانا، مبقاتش يعني كما تشوفوها على الأول. هذا هو الشكل يعني اللي نحوسوا عليه. لازم تذبال معانا. نزيد لها كمية من زيت زيتون، زيت زيتون يعطيها مذاق رائع. تكمل تتقلى فيه وتفوتوا ديراكت نحطها في صحن. راح نكمل باقي الحشوة ان شاء الله. راح نطيب اللحم المفروم. نخلي السبانخ على جنب، نفوتو نفس الشيء نحطو اللحم المفروم. عندي كمية من اللحم المفروم في نفس المقلاة. راح نحط لها نزيد لها كمية من الثوم، كمية من البصل، كمية قليلة باش ما يجيناش اللحم تاعنا صامت. نتبلوه هو كذلك. على نار هادية راح نطيب اللحم تاعي. اكيد راح نزيد لهم شوية ملح كما راكم تشوفوا، شوية ملح من السبانخ كذلك راني حطيت لهم الملح. وعندي لهنا شوية تاع كزبر كذلك، وعندي لهم شوية راس الحانوت، ونفس التتبيلة اللي تبلت بها السبانخ راح نتبل بها كذلك اللحم. حطيت لنا شوية كركم، وعندي شوية فلفل أسود. نخلط مليح باش تندمج هذيك التتبيلة مع اللحم، ونقلي اللحم المفروم تاعي. راح نزيد له شوية زيت زيتون كذلك. انا نشتي نستعمل زيت الزيتون صحي احسن. ونقلي مليح اللحم المفروم تاعي. انا هنا باش نتحصل على لحم يعني ما يجيناش شايح
ويجي مذاقه رائع. راح نزيد كذلك كمية من طماطم مهروسة، حبة طماطم صغيرة يعني مش كبيرة، وراح نقليه مليح مليح حتى ينشف من الماء ويطيب لي هذاك الفيانداشي، وراح نحيه كما راكم تشوفوا، نضيفه لهذيك السبانخ هاو طاب معانا، وراح نكملو الحشوة نتاعنا نتبلوها نضيفو لها باقي المكونات باش نتحصلوا على حشوة لذيذة ورائعة من أروع ما يكون، مغذية يعني مغذية للأطفال. ننصحكم بها إن شاء الله، جربوها وما تندموش، خاصة العجينة راح يجيكم عجينة هشة ورائعة يحبوها أطفالكم إن شاء الله. حنضيف لنا عندي كمية من الزيتون كما راكم تشوفوا أخضر، وعندي أسود كذلك، يعود اختياري لنا، الحشوة اختيارية، كل وحدة تحط الشي اللي راهي تحبه. عندي لنا ثاني كزبر ومعدنوس، أنا قصيتهم قبل، أنا ضفتهم للحشوة كذلك، راح نخلطهم مليح وتكون هنايا الحشوة تاعنا راهي حاضرة باش نبدأ مباشرة في تشكيل تشكيل الكيش نتاعنا. لأن أكيد راح تتضاعف العجينة نتاعنا، شوفوا كيف تضاعفت، راهي ولات قطنية رائعة، ضاعفت 2 مرات كما يقولوا على الحجم نتاعها. راح نخرج منها الهواء بهذه الطريقة، نبدأ نعبط العجينة وراح نبدأ في تشكيل مباشرة. الشكل يعني يعود اختياري، كل واحدة تشكل وتنوع وتبدع كما تحب، تحط أشكال تقدري تشكليها، خاصة إذا هي الأطفال تشكلي لهم أشكال اللي حبيتي باش يتشهوها ويقدروا ياكلوها. على طبيعة العمل نرشو شوية فرينة باش ما تلصقناش العجين، لأنه شوية راهي جارية العجينة راهي تلتصق، حط لها كذلك شوية من الفوق ونبدأ نفتحها معايا بالحلال. نفتحوها مليح لأنها فيها الخميرة راح تتضاعف، وباش ما تجيناش يعني العجينة السمك تاعها بزاف، نحبو نحسو بالحشوة أكثر من العجين. بهذه الطريقة فتحناها كما تشوفوا رقيقة خلاص، وراح نحط الحشوة تاعي لداخل. أنا حطيت كمية كبيرة وباش ما تجيش لاكيش ما تجيش فارغة، ونحبوها الولاد يحبوها مليانة، وضفت عليها الجبن، جبن أبيض طري، وعندي كذلك جبن، هنا جبن موتزاريلا أو شيدر، الجبن اللي عندكم. هنا يعود الحشو كما قلت لكم، الأجبان اختيارية تلعبوا فيها كما حبيتوا. أنا حبيت نحط 2 أنواع من الجبن ونغلق عليها بهذه الطريقة بأصابعي جيدا جيدا باش ما تخرجش الحشوة وهي طيب. وانا راح نستعمل واحد الحيلة نقفل بها الكيش تاعي، تعطيني شكل جميل. بهذه الطريقة نهز العجين من تحت ونطلعه بالاصبع هكا تجينا كي الظفرة، كل واحدة وتقفلها بالشكل اللي تحب. انا عجبتني هذه الطريقة انها ما تفتحش معكم وتعطيها كأنها ضفيرة، هذا شكل جميل جدا. كما قلت لكم كل واحدة والإبداع نتاعها، تقدروا ديروا أي حاجة نتوما حبيتوها. بهذه الطريقة راني غلقتها ما تفتحليش، خلاص الحشوة تاعي نكون ضامنة انها راح تقعد لي في النص في الوسط. راح ندهن لاكيش نتاعي بصفار البيض اللي راني ضفت له كمية من النسكافيه، وخلطتها مليح باش ينحي لي النسكافيه اولا، ينحي هذيك ريحة البيض، ما تجيش فيه ريحة البيض، ويعطيني لون يعني لاكيش كي تتحمر تجي شكلها جميل جدا. بهذه الطريقة
أنا دهنتها مليح بصفار البيض والنسكافيه اللي ضفتها إليه، وراح نحط لهنا حبة تاع زيتون قسمتها إلى 2 حنزين بها كما قلت لكم تزيين اختياري. أنا لأنا حضرت شحال من حبة، وكما تشوفوا خليتها ضعف الحجم نتاعها باش نحطها طيب، لأن أنا حضرت كيش كبيرة اللي نعي لينا احنا الكبار باش ما بويسك درت لاباط بزاف باش ما نبقاش نطيب فيهم الصغيرين، طيبتهم الأولاد. تقدروا تستعملوا كذلك إن كيش كبيرة بهذه الطريقة تجيكم كل خبيزة تستعملوها تاكلوها مع شوربة مع سوب شوربة خضار. حندهنها كذلك وقفلتها بنفس الطريقة ودهنتها بصفار البيض، تجيكم على شكل خبزة وتقصوها من بعد وتاكلوا بها كذلك رائعة للكبار. هذه أنا استعملتها للبيت، واخرين عملتهم صغار الولاد يديو معهم كلمجة للمدرسة. لأن أنا استعملت سانوج كالتزيين يعني باش تجيني كخبزة كبيرة مغذية كما راكم تشوفون. زينها كذلك بشوية حبات زيتون قصيتهم، تزيين اختياري البنات. فوالا كما راكم تشوفوا راح ندخلها الفرن طيب وتشوفوها مباشرة كيف راهي طابت، مشهية ومغذية وخفيفة. ننصحكم بها في بلاصة الخبز، تقدروا تستعملوها وتاكلوا بها أي حاجة سائلة. كما راكم تشوفوا راهي طابتة هنايا، ريحتها جميلة جدا. فوالا لأنا راني قصيتها، شوفوا البنات الفرماج، شوفوا كيف راهي حشوة يعني مليانة. العجين مجاش بزاف ثقيلة، ماهيش ثقيلة، خفيفة وهشة من أروع ما يكون، والبنة ما خلاتش. شوفوا البنات هذا هما. لا عجبتكم الوصفة ديروا لي جام واشتراك في القناة. إلى اللقاء حبيباتي.